هعمل معاكم النهاردة شوربة مختلفة غير أي نوع شوربة أنت شربتيه قبل كده. نوع الشوربة خليجية جميلة جدا ومكونات بسيطة عندك موجودة في البيت، تقدري تعمليها. لو عندك فراخ بايتة تقدري تعملي الشوربة دي بيها وهتطلع حلوة جدا، طعمها وريحتها مش قادرة أقولك على حلاوتها. وعملنا الشوربة دي بإيه؟ معايا 3 معالق كبار من النشا، معايا كمان فراخ كانت بايتة عندي قطعتها نسايل زي ما احنا شايفينها بالشكل ده، وكمان معلقتين من الصلصة البيتي ومعلقتين من الصويا صوص، وكمان معايا عصير ليمونتين ومعلقة خل، وكمان معلقة من السكر، وحوالي 3 معالق كبار من البصل المفروم، وكمان فلفلتين سبايسي، ونص كوباية من الشعرية. في حلة هحط معلقة سمنة بلدي ومعاها شوية زيت بسيطة. هبدأ بالبصل المفروم، هحطه على المادة الدهنية، إذا كان مفروم أو تبشريه من المبشرة كله ينفع. وبعد كده نزلت بالفراخ. الفراخ ملهاش كمية، الكمية اللي تحبيها حطيها، بس المهم ما تبقاش زايدة قوي عشان ما تبقاش كتيرة قوي في الشوربة. وهبتبلها بشوية ملح وشوية فلفل كده، رشة ورشة بسيطة، وهشوح كل الحاجات دي مع بعض قد دقيقتين 3 كده. ودلوقتي هنزل بالفلفل السبايسي وهرجع اشوح تاني شوية، وبعد كده هنزل بمعلقة السكر وهقلب بقى شوية كده كويسين، يعني هقضي دقيقتين 3. وبعد كده هنزل بعصير الليمون والخل، اللي هو كان عصير ليمونتين ومعلقة كبيرة من الخل. وبعد كده هنزل بالصلصة البيتي، لو ما عندكيش تقدري تبدليها بصلصة جاهزة بس هتحطي نص معلقة بس. وبعد كده هنزل بالصويا صوص وهقلب تاني، كل مكون حطيه قلبي كده شوية. وبعد كده هننزل بالمية، واحنا لما حطينا معلقة السكر اتكرملت شوية مع المكونات اللي احنا حاطينها، وده اللي احنا عايزينه. ده غير ان هي هتديلها طعم حلو جدا كمان. قلبي بقى الشوربة وسيبيها تغلي. وبعد كده هنزل بالشعرية، سهلة جدا، مش هتحمري الشعرية ولا اي حاجة، هتحطيها على طول في الشوربة. وقلبي بقى لغاية ما تقرب كده تدخل على السوا. وبعد كده هاتي بقى 3 معالق كبار النشا. الاول هتجيبي 3 معالق كبار النشا وهتقلبيهم في كوبايه ميه كبيره، وافضلي حطي كده على الشوربه لغايه ما يبقى السمك اللي انت عايزاه. وممكن تبقي الباقي، ما تحطيش ال3 معالق كلهم اللي انت دوبتيهم في الميه. يعني لو فضل شويه ورميتيهم ما فيش مشكله، انت مدوباهم يعني في ميه. فاعمليهم زي ما انا بقول لك كده، وافضلي حطي لغايه ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. مش لازم يبقى ال3 معالق كلهم، انت اصلا دوبتي ال3 معالق في كوبايه ميه كبيره، وافضلي حطي لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. شايفين قوامها بقى حلو ازاي؟ بجد حلوه جدا، شوربه مختلفه، يعني ما عملتوهاش قبل كده وهتعجبكم جدا. وغرفناها بالشكل ده حلوه قوي. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ وكمان بجد طعمها تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم قد ايه، وعايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.